في نهاية 2017، وفي واحدة من أهدى مناطق مصر بدأت أول خيوط قصة محدش لحد النهاردة قدر يفهمها. القناطر الخيرية، مكان معروف بالهدوء والهوى الحلو والمراكب الصغيرة اللي ماشية في النيل. بس في الأسبوع الأول من ديسمبر ظهر أول مشهد. صياد طلع شبكة لقاها تقيلة عن الطبيعي، شدها بالعافية ولقى فيها جثة بني آدم. جثة مربوطة بحبال ومتكتفة من ايديها ورجليها ومربوطة في صخرة كبيرة. الصياد جري ينده على الشرطة. الجثة كانت مشوهة، ملامحها اتغيرت من المية، لكن اللي غير كل حاجة هو انها ما كانتش الاخيرة. الليلة اللي بعدها الشرطة بدأت تحقق وبتدور على اي حاجة. مفيش كاميرات حوالين المكان، مفيش شهود شافوا اي حاجة، والطب الشرعي قال ان الجثة كانت في المية من 3 ايام، يعني اترمت قبل يومين على الاقل. الاسم خالد عبد المحسن، شاب عنده 28 سنة، موظف في شركة خاصة في القاهرة، ساكن في شبرا ومختفي بقاله أسبوع. مفيش عداوات، مفيش مشاكل، إنسان طبيعي جدا. بس الغريب إنه اتقتل واترمى في القناطر مع إنه ما يعرفش حد هناك. التحقيق اتفتح بس ما كانش فيه خيط حقيقي. وبعد أسبوع جثة تانية، نفس الصياد، نفس المكان، نفس الشبكة، بس الجثة دي كانت لأنثى اسمها هند، طالبة في تربية نوعية، ساكنة في حلوان ومختفية من 4 أيام. جسمها متكتف بنفس الشكل وبنفس نوع الحبل ومربوطة بنفس الطريقة بصخرة وبنفس نوع البلاستيك اللي كان ملفوف حين جثة خالد. الشرطة بدأت تقلق. 2 ماتوا في نفس المكان بنفس الطريقة وبنفس الأدوات، ومفيش أي علاقة ما بينهم، ولا يعرفوا بعض ولا ليهم أعداء ولا حتى بيشتغلوا في نفس المنطقة. التحقيقات بدأت توسع وتم التعميم على كل مداخل القناطر، بس السفاح كان أذكى من كده. بعد 7 أيام، الجمعة اللي بعدها، جثة تالتة، طفل عنده 11 سنة اسمه زياد، ساكن في مدينة نصر واختفى من قدام المدرسة. اتبلغ عن غيابه والشرطة ما قدرتش توصله. بعدها بأسبوع لاقيه نفس الصياد في نفس الشبكة. بدأ الإعلام يشتعل، ناس كتير بدأت تتكلم عن سفاح القناطر، بس محدش كان عنده أي دليل. الشرطة بدأت تراقب البحر على مدار الساعة، كاميرات، زوارق نهرية، كمائن، لكن السفاح ما ظهرش. وبعدها ب14 يوم بالظبط ظهرت الجثة الرابعة، راجل خمسيني اسمه جمال عبد السميع، صاحب مصنع صغير في أليوب، واختفى وهو راجع من الشغل، وجثته ظهرت بنفس الشكل ونفس التوقيت ونفس المكان. 4 جثث في أقل من شهرين، مفيش خيط، مفيش مشتبه بيه، ومفيش أي رابط واضح بين الضحايا. بس في لحظة كل حاجة بدأت تاخد منعطف جديد. في الجثة الخامسة الشرطة لقت ورقة صغيرة محطوطة جوه كيس نايلون ومربوطة في الحبل. الورقة مكتوب فيها دي رقم 5 ولسه مكمل، أنا ما بقتلش عشوائي، أنا بنظف. الصدمة كانت مرعبة، لأول مرة السفاح بيتكلم. الورقة اللي الشرطة لقيتها مع الجثة الخامسة كانت أول مرة السفاح يتكلم. مش بس كده، ده كان بيقول إنه بيقتل بهدف مش عشوائي. الرسالة كانت مكتوبة بخط واضح بقلم حبر أزرق، والكلمات مرصوصة بدقة. دي رقم 5 ولسه مكمل، أنا ما بقتلش عشوائي، أنا بنظف. يعني إيه بنظف؟ مين دول اللي هو شايفهم وسخ؟ وإزاي هو بيختارهم؟ التحقيقات بدأت تتجه ناحية تانية. الشرطة بدأت تدور في حياة الضحايا وتراجع كاميرات أكتر وتجمع شهادات من الأهالي والزمايل وأي حد شافهم قبل اختفائهم. وبعد أيام من الفحص ظهر أول رابط حقيقي. الضحية الأولى خالد عبد المحسن، كانت ليه قضية تحرش قديمة في 2013 واتقفلت. والضحية التانية هند، اتفصلت من الكلية بسبب تورطها في تسريب امتحانات، بس الموضوع ما اتنشرش. الطفل زياد ما كانش ليه ماضي، بس بعد تحليل دقيق لقوا انه ابن واحد اتقبض عليه زمان في قضية اتجار في المخدرات وخرج بعدها بكفالة. الضحية الرابعة جمال عبد السميع، صاحب المصنع، كان عليه شبهة نصب على موظفين كتير بس ما اتفتحش فيها تحقيق رسمي. والخامسة مفيش حاجة مؤكدة عنها غير انها اختفت بعد ما كانت في خناقة حادة مع جارتها بسبب خلاف قديم. بدأ يتضح ان السفاح مش بيقتل عشوائي، هو بيستهدف الناس اللي في نظره مش نضاف حتى لو القانون معاقبهمش. لكن السؤال المرعب كان هو بيختارهم ازاي وبيعرفهم منين
وإزاي محدش شايفه ولا سامع عنه؟ الشرطة بدأت تفترض إنه واحد من أهل المنطقة أو عنده صلة قوية بالقناطر، بس التحريات ما جابتش اسم واحد مريب. بعد الجثة الخامسة مرت 3 أسابيع من غير أي ضحية. الناس بدأت تهدى، بس الخوف كان لسه موجود، لحد ما يوم جمعة الصبح بدري واحد من عمال الصيانة في قصر محمد علي وهو بيكنس على سور القصر اللي بيطل على النيل لقى حاجة غريبة: حبل ملفوف وجواه كيس بلاستيك صغير، مش جثة. فتح الكيس ولقى جواه ورقة مطوية بعناية. الرسالة كانت: الجمعة الجاية هيكون في دم على الرصيف. الشرطة استنفرت وتم تشديد المراقبة على كل المناطق القريبة من النيل والكورنيش والمراسي، واتحطت قوات خاصة تحت الكباري. بس رغم كل ده الجمعة اللي بعدها اتنفذت الجريمة الساعة 3:15 فجرا في ركن ضلة من الكورنيش على بعد 200 متر من أول نقطة شرطة. لقى واحد بيتمشى الصبح بدري جثة راجل كبير نازل من راسه دم مضروب بحاجة تقيلة. الجثة كانت مش مربوطة ولا متكتفة، لكن في جيبه الخلفي كان فيه نفس الورقة اللي اترمت قبلها بأسبوع: الجمعة الجاية هيكون فيه دم على الرصيف. دي كانت أول مرة السفاح يقتل بره النيل، وأول مرة يقتل بالضرب مش بالغرق. وده خلى الشرطة تراجع كل الفرضيات: هل هو شخص واحد ولا مجموعة؟ هل ده تغيير في طريقته ولا ده تقليد من حد تاني؟ بس بعدها بيومين ظهر فيديو. كاميرا مراقبة بعيدة لقطت شخص لابس جاكيت غامق وكاب بيتمشى في اتجاه مسرح الجريمة. الكاميرا مش واضحة، لكن طريقة المشي كانت غريبة: شخص طويل ماشي بخطوة بطيئة وثابتة، وكان شايل شنطة صغيرة على ظهره. الوقت في الفيديو الساعة 2:49 صباحا، يعني قبل الجريمة بنص ساعة. الشرطة قررت تراجع كل الكاميرات في المحيط، وبالفعل في كاميرا تانية على بعد 700 متر ظهرت نفس الشخصية داخل من شارع فرعي. والأول مرة بدأ يتكون وجه تقريبي لسفاح القناطر. وفي اللحظة دي المحقق المسؤول عن القضية اتقتل. الخبر نزل في كل الجرايد: مقتل العميد طارق الديب، المحقق الرئيسي في قضية سفاح القناطر. اللي حصل كان مرعب ومريب. العميد اتقتل في شقته دون كسر أبواب ولا أصوات مقاومة ولا حتى آثار بصمات. كان نايم على السرير وإيده فيها ورقة مطوية، نفس نوع الورق، نفس الخط ونفس القلم. ما كانش المفروض تعرف اللي عرفته. الصدمة هزت وزارة الداخلية كلها. اتشكلت لجنة من أمن الدولة وبدأوا التحقيق من الصفر. لكن كان في حاجة أغرب: العميد طارق قبل ما يموت كان سايب نوت صغيرة على مكتبه كتب فيها 3 كلمات بس: أنا عرفت مين. من غير اسم، من غير دليل، بس الجملة لوحدها كانت كفاية تخليهم يكملوا وراه. أول خيط حقيقي ظهر بعد مراجعات ومذكراته. العميد كان كاتب أسماء الضحايا، وكل واحد قدامه علامات استفهام وكلمات متقطعة. لكن في صفحة معينة كان داير بدايرة على اسم شخص محدد: دكتور خالد البدري، طبيب نفسي معروف عنده عيادة في شبرا. اشتغل مع الشرطة في قضايا كتير، وكان من ضمن الفريق الاستشاري اللي ساعد في تحليل سلوك السفاح أول القضية. يعني ببساطة كان جوه التحقيق من الأول. أمن الدولة نزلوا فجأة على العيادة، لقوها مقفولة. سألوا في العمارة، الناس قالوا إن الدكتور اختفى بقاله يومين، وقال لسكرتيرته إنه مسافر مؤتمر في أسوان. بس الشرطة لما رجعت كاميرات محطة مصر مفيش أثر ليه. وبعد ما فتشوا شقته لقوا حاجة ما كانش حد متخيلها. في غرفة المكتب كان في باب صغير في الحيطة مداري ورا مكتبة كبيرة. دخلوا منه لقوا أوضة كاملة متقفلة بعزل صوت، جواها سرير معدن وحيطان مليانة صور الضحايا معلقة بترتيب واضح، وكل صورة تحتها تاريخ القتل وملاحظات مكتوبة بخط إيد. والصادم أكتر، في صندوق خشب تحت المكتب لقوا جوه قصاصات الورق الأصلية اللي اتساب بعضها مع الجثث، نفس الخط، نفس نوع الورق، نفس القلم. بدأت المداهمة على كل الأماكن المحتمل يكون فيها. وفي اليوم الرابع تم العثور على عربيته مركونة في شارع جانبي في القناطر. ولما فتشوها لقوا في الشنطة جثة جديدة: شاب لابس يونيفورم شركة توصيل، اتخطف واتقتل بنفس الطريقة. بس الغريب، الورقة اللي كانت في جيبه مكتوب فيها: هو الأخير، بعده هتسكتوا. الشرطة تأكدت إن السفاح لسه حر،
وإن دكتور خالد مش بس القاتل، ده بيواجههم ويستفزهم. لكن في حتة في الورقة دي كانت مبقعة نقطة سودة صغيرة. بعد الفحص طلع إنها نوع معين من الحبر المستخدم في مطبعة نادرة في شارع قديم في وسط البلد. الشرطة راحت على المطعم وقال لهم صاحبها إن في شخص بشعر أبيض طويل بشنطة جلد طلب طباعة أوراق بنفس المقاس ونوع الخط من 3 شهور. المفاجأة كان لابس بطاقة مزورة باسم دكتور خالد البدري، يعني حتى الاسم اللي اتحققوا فيه كان وهم. بعد تحليل البصمة اللي اتثابت بالخطأ في صندوق الصور اتعرفوا على اسمه الحقيقي: هشام عبد الحليم. كان موظف في الطب الشرعي من 2010 لحد 2017، وتم فصله بعد اتهامش قضية تزوير تقارير وفاة، واختفى بعدها. الشرطة بدأت ملاحقته على مستوى الجمهورية، لكن رغم كده فضل يسبقهم بخطوة، في كل محافظة يسيب أثر: كاميرا، ورقة، رسالة صوتية. لكن النهاية حصلت يوم 5 يوليو في منطقة مهجورة عند ترعة السواحل غرب القناطر. جثة هشام عبد الحليم اتلاقت غرقانة في الترعة ومتكتف بإيده ومربوط في حجر، والصادم كان فيه ورقة في جيبه: ده مش أنا، في حد تاني ولسه مكمل. هل دي محاولة منه لتشتيت الشرطة حتى بعد موته، ولا فعلا في أكتر من سفاح؟ وإذا كانت قتل، مين قتله وليه؟ لحد النهاردة ملف سفاح القناطر مفتوح، ولسه كل يوم بتظهر ورقة جديدة في شوارع القاهرة. أنا بنظف.